إذن تحول كبير داخل الحزب بفضل المنتخبين، بفضل الشباب، بفضل النساء، يعني الفيدراليات ديالنا اللي كيعملوا واحد العمل اللي هو جد كبير. ويمكن لينا نقول لكم أنه الآن من بعد أكثر من سنة ونصف ونحن داخل الحكومة ومن بعد انتخابات، حزبنا في صحة جيدة ومستعدين نمشيو للأمام ومستعدين نمشيو لواحد لاجوندا آخر إن شاء الله في المستقبل. ونحن فرحين وكتافنا سخان وقويين بالعمل ديالكم اليومي وبالعمل اللي كتمشيو فيه مع المواطن. الدار البيضاء الجهة الدار البيضاء انتم كتعرفوا بأنه 20% ديال الساكنة اللي كاينه في المنطقة ديال المغرب، تقريبا 31% ديال البيب ديال اللي كاين في البلاد كاين في الدار البيضاء. أكبر فين ما كتمشي لي راسيو ديال العربات ديال الطرقان ديال هذا ديال الاستهلاك كله كاين في الدار البيضاء، وكيطلع ل 30% وكيطلع ل 40%. إذن يعني هي في قلب المعادلة ديال التنمية ديال بلادنا. بلي كيكون شي مشاكل يعني في الجهات أو لا يكون لا قدر الله جفاف أو لا قلة الأمطار كتحسوا به في الدار البيضاء. الوقت اللي كتكون مشاكل عند الساكنة هنا في الدار البيضاء كيحسوا بها المواطنين داخل يعني الوطن كله.